منقول عن مذيعة الجزيرة خديجة بن قنا قال شو: إن لم تكن مقاوما فأنت صهيوني، لقد ولا منكي ولا ميمون ولا بالعبركوف. ما بصير إنه الواحد يكون ضد الاثنين، ولا أنتم عقولكم متعودة على التبعية وتبعية محور المقاومة والمواتعة ومحور صفيون. أصلا يكون الواحد صهيوني أشرف ما يكون متأيرن، لقد ولا منكي ولا ميمون ولا بالعبركوف مرة ثانية وثالثة ورابعة. فش خريجي ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خديجة بن قنا حسب ما كتبت انه لازم يكون الواحد مماتجي، ما بصير ابدا انه يكون ضد المحور والا فهو صهيوني. انا بستغرب منها ومن غيرها، وبالفعل الزبالات كلياتها ما شاء الله تعي محور القوة والمماتعة. اذا واحد ما كان معهم معناته هو صهيوني، وهي تهمة يعني اي واحد معارض للانظمة، خاصة محور المقاولة والمماتعة والنظام البغرستاني وإيران، بيتهموه ماسوني صهيوني وبيخلوا كلمة عليه. يعني حتى أنا كتبولي مرة واحدة يعني تعليق واحد: صهيوني ماسوني إخوانجي وصليبي. كيف تزبط هي كلها مع بعضها باكج واحد؟ لقري. وطبعا هيك تصريحات بتدل على إفلاسهم، يعني مشان قضية فلسطينية بدهم إيانا نلحق محور الإيراني اللي هو قتلنا وهجرنا واعتقلنا ودمر مدننا. يعني كيف تزبط هي معكم؟ يعني بدكم إيانا نلحق المحور الزبالة أو المجرم الطائفي القاتل بس مشان القضية الفلسطينية اللي هن ما عملوا أصلا شيء للقضية الفلسطينية، بالفعل دمروها أصلا. الحقيقة إنه دمروا القضية الفلسطينية بسبب تدخلهم بالقضية، وأصلا القضية الفلسطينية اتدمرت بسبب إيران، بسبب ياسر عرفات، لأنه الانتفاضة كانت مدعومة دوليا، وبسببه أصلا هو ماتت الانتفاضة وماتت القضية الفلسطينية. تقريب طبعا بالسلطة، طبعا شو بده؟ كرسي، بده يروح على الضفة، يقعد بالضفة هنيك ويتخوز على الكرسي ويبيع كل الفلسطينيين. شوفوا عباس هلا بلباس نفس الشيء، بده الامن الاسرائيلي مع الامن الفلسطيني، وبيساعد اسرائيل، بيقبض على الفلسطينيين وبيسلمهم لاسرائيل. هذه هي السلطه الفلسطينيه. عماله تيجي بتتهمونا نحن بالعماله والصهاينه؟ لقري. وبرجع بقول ان تكون متصهينا اشرف من ان تكون متأيرنا. يعني شوفوا التبعيه لايران شو نفعتكم، شو عملتكم ايران. شوفوا المشروع الصفوي وشوفوا المشروع الصهيوني، شوفوا إسرائيل كيف صار شكلها، وشوفوا إيران والدول اللي حاطة إيد عليها كيف صار شكلها. شوفوا الطائفية، الحقد، القتل على الهوية، وجايين تقولونا نحن متصهينين. أي أنتوا أصلا ولا فهمانين شيء بشيء، يعني مثل عبيد دكتاتوريات اللي لاحقة دكتاتوريات وما فهمانة الخمسة مطمسة، وهذول بيجونا مذيعين وباحثين ومحللي بول قال شو دعم القضية الفلسطينية، بيتهموا أي واحد ضد إيران ضد الصهاينة. بالفعل غباء سياسي وغباء صحفي عند الكل، وحتى غباء عند الفلسطينيين اللي تابعين لمحور المقاولة والمماتعة ولهلا مغشوشين بمحور إيران. بالفعل ولا فهمانين شيء، أغبياء أصلا. وهذا ما مني، حتى من الفلسطينيين من إسرائيل من حرب 48 اللي بيستغربوا من فلسطينيين تانيين كيف لاحين المحور هذا لحد هلا وما فهمان شو هي اللعبة. لقري. وقبل ما انهي بحب اقول لكل واحد بحب هالمحور زبالة وبحب إيران، يا أخي خذوا إيران لعنكم وشوفوا الوساخة على أصولها والطائفية على أصولها والحقد على أصوله، وشوفوا اللطميات على الأطياز. لقد ولا منكي ولا ميمون ولا بالعبركوف. عليه المشروع الصهيوني أو اليهودي ما بيهودكم وبيجبركم إنه تتهودوا، بس المشروع الصفوي يا تشيع يا تنقتل يا اما تتهجر. هذا هو المشروع الصهيوني. واللي شاف اللي صار في سوريا بقرستان وبلبنان وبالعراق
ولحد هلا تابع للمحور زباله، معناته هو زباله وازبل من زباله، والزباله انظف منه بكثير، لا قد ولا منكي ولا ميمون، هو اللي بالامريكا وهو بس هون بنفكت وصاقي ما صندع عليه. لا بنقل المشواي بنقول مكابرة وشار ويس وبنقول بن معاش بتوعاش متوازن مش حايش، وبنقول لهم وزو بل بنتراي بن حمار وبعاين بزوات مسوعيد وبن حويس وبن عميد وبن فونيق الى اخر من عبيد تريتوريات العربيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا احرام من كل قوميات والطائف والاديان.